بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثانية، وما مصر إلا سيرك كبير. زي ما قلت إن الفرق بين الدولة المحترمة والدولة الغير محترمة هو إن الدولة المحترمة في مواصفات لكل شيء، كل شيء ليه مواصفات. يعني أنت ما تنفعش تعمل أي حاجة إلا طبقا للكود اللي عاملاه الدولة. يعني عايز في البيت تركب حاجة وتدق مسامير، في كود البلدية عاملاه انك الشغل يكون من الساعة كذا للساعة كذا، وان انت لازم تخطر اتحاد الملاك، وان انت لازم تحدد. يعني حاجه نيله خالص، حاجه نيله، حاجه نيله. عشان كده حياتهم مرتاحه ومتقدمين ومتطورين. احنا ما عندناش نظريه الكود دي. ده احنا لحد وقت قريب ما كانش عندنا كود مصري للتنفيذ المعماري والانشائي. ما كانش عندنا مواصفات مصريه. تخيل، لحد وقت قريب. يعني انا لما كنت في الفتره دي، كان معانا رئيس القسم الانشائي الدكتور حمدي شاهين الله يرحمه بقى. ده كان شغال في لجنة إعداد الكود المصري للبناء. يعني تخيل مثلا أمريكا عاملة الكود بتاعها بقالها 100 سنة، المواصفات الأمريكية الأمريكان كود. البريطانيا عاملة البريتش كود بقالها 150 سنة. الألمان عاملين الكود بتاعهم بقالهم 80 90 سنة. اليابان مصر لسه بتفكر تعمل كود. ما عندناش كود لأي حاجة، ما عندناش، ما فيش كود لأي حاجة خالص. احنا بطيخ، 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 احنا بطيخ. ف دي حاجه انا بصراحه اتعلمتها من الالمان. اتعلمتها ان الالمان، يعني انت في الاول تحس ان الناس دي ايه ده، رخامه ابوهم دي. كان المسمار مسمار في الارض واقع كده، يقوم مصوره وعامل شكوى وعامل تقرير وريبورت اكتشفت ان هو ده الصح. هو ده الصح، هي دي الحياه السليمه، ان كل حاجه ليها مواصفات. امال احنا شغالين كده بالهبل كده، بالهبل بالهبل. وبعدين تحصل كارثه، ان يقول لك الطفل ده اللي شغال مع الحداد، تخش البتاعه في عينيه والواد يعيش طول عمره اعور ولا اعمى يا عم ويشتغل شحات ويشتغل ايه يا راجل بلا عرف. مش في نظارات وفي حاجات وفي خوذ وفي لا 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 لا. يا عم خليك خليها بالبركه. ما عندناش كود لاي حاجه. حتى مش عارفين ندير المباريات كره القدم. حتى مش عارفين ندير الدوري المصري. الدوري المصري، يعني الدول الخليج عند الدوري. شوف السعوديه، شوف الدوري السعودي. الدوري السعودي دوري مستقر، ليه مواصفات، ليه شروط، ليه تقاليد، ليه قوانين تحترم. في حد ممكن يطلع في الدوري السعودي ده كده يعمل زي مرتضى منصور ولا ميدو ولا الاشكال دي ولا رضا عبعال ولا الناس دي؟ مفيش، ما يقدرش حد يعمل الكلام ده يتحبس هناك. مفيش حاجه اسمها زي مرتضى منصور وميدو ورضا عبعال والناس دي البطيخ دول اللي يقعدوا مش عارف اي هبش كده، ويقعدوا يشككوا في التحكيم ويشككوا في الحكام ومش عارف ايه يا راجل بلا. المهم بقى ان عايز ارجع بقى لموضوع السيرك. سابوا كل حاجه ومسكوا في انها حاجه انسانيه. او ناس قالوا ايه، لا ده هي الوليه دي اللي هي ماسكه السيرك هي اللي غلطانه. لا، لا ده ولا ده. قضيه سياسيه، قضيه مواصفات. انا عشان اعمل عرض سيرك لازم فيه كده عند وزارة الثقافة كتاب كده، مواصفات اقامة العروض الجماهيرية. فاكرين انتوا ايام فاروق حسني، فاروق زفت، ايام مبارك النيلة لما حصل حريق في مسرح بني سويف، ومات مش عارف فوق ال 150 واحد من الفنانين والممثلين لان المسرح بي 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 العرض اللي كانوا بينفذوه كان فيه شموع وحاجات وبعدين حصلت حريقه. فالمسرح ملوش غير باب واحد ضيق، فالناس اتخنقت واتزحمت على بعض فمات منهم. وحد حاسس فاروق حسني ولا حد كلمه، ده استمر عادي خالص، عادي خالص. يعني وانت وزير ثقافه بتنيل ايه، بتهبب ايه؟ انت بتهبب ايه على نيله امك؟ ده اول حاجه تعملها يا حمار، تعمل كتاب كده، كتاب اسمه مواصفات العروض الجماهيرية. تعمل كود. مفيش حد يعمل اي عرض سواء مسرح، سيرك، سينما، نيلة على عينك الا يكون تبع الكود. الكود بيشمل مواصفات المواد المستخدمة. يعني مثلا لو مسكنا السيرك، شفتوا الاقفاص ده؟ الاقفاص بتتهز كده. يعني الاقفاص دي ممكن تقع، والاسود والنمور دي تخش تاكل الناس وتبهدل الدنيا. مفيش. الاقفاص لازم يكون لها مواصفات، من حيث النوعيه، من حيث التخانه، ومن حيث التثبيت. الاقفاص ليها حاجه.
هل توجد مواصفات للاقفاص من حيث النوع والتثبيت والبوابات؟ لا مفيش. يلا يا جدع اعمل شويه بتاع حديد كده اي كلام. طب هل توجد مواصفات للمدرجات الجماهير ومتانتها؟ لا، مدرجات كده يا عم شويه خشب وبتاع، تقع المدرجات بالناس يموت يا عم طيب هل توجد مخارج طوارئ بقى للمكان اللي فيه العرض؟ لا 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 لا, لا مفيش. هل في توجد منظومه مكافحه حريق لو حصل حريق؟ في منظومه حريق موجوده، يعني لو حصل حريق في منظومه تعمل كده؟ طيب لا. طب هل لو اسد هرب ونط من على البتاعه دي او كسر الحديد ده وطلع في المدرجات، هل في حد قاعد معاه بندقيه مخدر يقوم مديله؟ طب يعني حاجه غريبه جدا، ده بيعملوا للنمر كده البتاع بيزغزغوه. المفروض يكون في حد معاه بندقيه تخدير يا اخوانا. دي ابسط حاجه، ما بقولكش موته. ده في ناس يقول لك ايه، اصل ما رضيتش تموته لان ثمنه مليون دولار، وحد قال لك موته؟ في حاجه اسمها بندقيه. امال في الغابات بيجيبوا الحيوانات يعالجوها ازاي؟ بندقيه تخدير، تك فيها بيطلع منها سهم كده، سهم ده فيه حقنه. التخدير فيها حقنه مخدره، الحيوان اول ما تديله الطلقه دي بيتخدر. مفيش دي. طب ازاي يعني؟ ازاي افرض اسد تهجم، الاسود تهيجت كلها وكلت الجماعه اللي جوه القفص دول، مش هتقدر تعمل لهم حاجه. هتقعد تعملهم بالكراسي كده؟ لا، في بندقيه تخدير، واحد قاعد بره او اتنين على الاقل. طيب هل توجد؟ مفيش. هل يوجد ترخيص للعاملين؟ العاملين اللي شغالين دول معاهم رخصه ان يشتغلوا بالتعامل مع الحيوانات المفترسه؟ خدوا دوره، تعلموا يعني ايه الحيوان امتى الحيوان بيغضب، امتى الحيوان بيهيج، امتى ازاي التعامل مع الحيوان؟ مفيش. معاهم رخصه؟ لا. هل ليهم زي معين؟ لا، ده لابسين زي الجمهور عادي خالص. المفروض يبقى ليهم زي مميز. طيب هل معاهم ترخيص وواخدين دورات بحيث انهم ازاي يتعاملوا مع الحيوانات؟ لا. نوسه دي كوته دي معاها خدت شهاده ابتدائيه حتى في التعامل مع الحيوانات؟ لا لا لا. ده شافت ابوها بيعمل ايه بتعمل زيه، وهو ابوها اصلا كفتاجي كان يا راجل بلد. طيب هل الحيوانات يتم الكشف الدوري عليها والتاكد انها غير مسعوره؟ النمر ده ممكن يكون مسعور. النمر ده ممكن يكون مسعور لانه اصراره على مسك الايد دي، ده الحيوان المسعور هو اللي بيبقى عنده هذا الاصرار. هل ممكن يكون النمر مسعور؟ ما عادي جدا. يا نهار ابيض. او الحيوانات دي هل تم الكشف عليها؟ طيب هل توجد خدمة طوارئ للتعامل مع أي حادث طارئ مثل تهيج الحيوانات؟ هل يوجد شخص يحمل بندقية تخدير زي ما أنا قلت يتم إطلاق سهامها عند تهيج الحيوان؟ هل يوجد اشتراطات لوجود عربة إسعاف لازم تبقى موجودة جنب العرض؟ عربية إسعاف يتم استئجارها، وعربية مطافي برضه يتم استئجارها من الدفاع المدني. احنا بنعمل عرض جماهيري بفلوس، اتفضلوا هاتوا لنا عربيه مطافي جنبينا معاها ادوات، معاها الادوات بتاعتها اللي هي البسيطه لحد بحيث اذا حصل حاجه يقدروا يستدعوا المطافي الكبيره. هل في حاجه زي كده؟ لا مفيش حاجه خالص. هل في عربيه اسعاف، عربيه مطافي؟ مفيش اي حاجه. احنا مش مؤمنين بان في كود لاي حاجه ولا مواصفات لاي حاجه. هي بلدنا كده ملهاش كود. احنا بلد لا كود، مفيش كود لاي شيء في الدنيا. المستشفيات نفسها هل في كود للمستشفيات؟ هل في كود للمرور؟ لا، ايه اللي يمشي في الشارع وايه اللي ما يمشيش؟ الشارع اتملى موتوسيكلات. الموتوسيكلات لسه واحد قريبي الموتوسيكل واد شاب غلبان يا عيني بيشتغل في التجمع فمش قادر، هو بياخد 4000 جنيه عشان يروح التجمع بالمواصلات، عايز يدفع 100 جنيه كل يوم وهو بياخد 4000 جنيه. فابوه حوشه كده قرشين وجابوا له موتوسيكل صغير كده. الواد الموتوسيكل اتخبط وهو جاي في الطريق، عربيه خبطته وجريت والواد طار في الهواء والترقوه اتكسرت وهيعيش معاها مستديمه. هل في كود لاي حاجه؟ هل الموتوسيكلات دي حد فتش عليها؟ التكاتك اللي عماله هايجه في الشوارع دي، هل في حد قال دي تصلح ولا ما تصلحش ولا ليها مسارات تمشي فيها؟ وكلها ماشيه عكس. الميكروباصات دي كلها اللي هي من الخمسينات دي، هل حد في كود حد كشف عليها وعماله تلوث البيئه وعماله تعمل؟ هل في كود لاي حاجه في مصر؟ مفيش اي حاجه. مفيش كلام النظريه دي خالص. مفيش الكلام ده. ما بنؤمنش احنا بان في كود ومش كود. الشعب يموت يروح في 60 داهيه، اهم حاجه هم يكدسوا الملايين اللي بيسرقوها بس. كل مسؤول قاعد يشوف هسرق ايه النهارده، بيروح الشغل كده يقول هسرق ايه النهارده. وانا شاهد على هذا الكلام من يوم ما اتخرجت، شاهد على هذا الكلام. تعاملت مع جهات حكوميه، كل اللي يهم الموظفين الكبار ايه هيسرق ايه النهارده. هي دي الفكره. لكن يفكر يحط مواصفات يهتم بشغله؟ لا، هو جاي يشوف هسرق ايه النهارده. ايه النهارده اللي يتسرق عندكم يا اولاد؟ وانا بنتكلم